نقطة لو قصر فيها برشلونة راح يخسر كأس الملك، ونقطة لو قصر فيها ريال مدريد راح يخسر كأس الملك. بطل كأس ملك إسبانيا هذا الموسم هو اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. راح تتحصل على كل شيء يخص كلاسيكو بكرة، نهائي كأس ملك إسبانيا ما بين برشلونة وريال مدريد. طبعا يا اخوان اسف على هانز فليك، والله حاولت بكل يعني اني انا اخفي الاضاءة، ولكن خلاص انشيلوتي فقط اللي مبين. معلش هو ما راح يبين غير بالفيديو، بالمرة ما راح يبين. مزح يا اخوان، مزح. معلش هانز فليك اعتبروها ايوه هانز فليك هيو مبين، بس الإضاءة خايف يكون شيء. المواجهات التاريخية، لماذا فليك أفضل من أنشيلوتي في هذا الموسم؟ حلقة بسيطة خفيفة لطيفة، لا أحب الإطالة، أحب أعطيك الموضوع برصة تامة. صلى على النبي، خلينا نحكي بسم الله وتوكلنا على الله. النقطة اللي لو قصر فيها برشلونة راح يخسر هاي المباراة حرفيا هي الاستهانة بريال مدريد، لأنه حرفيا كثير من الإعلام بأنه حاطين برشلونة هو المرشح الأوفر، وهو المرشح الأوفر نعم الفوز بهذا اللقاء، ولكن حتى مع ذلك يبقى ريال مدريد ويبقى ريال مدريد. ريال مدريد هو ملك النهائيات، يستطيع حسم النهائيات ولو بفارق هدف واحد، وحتى لو كان موضوع برشلونة ريال مدريد هو اللي معروف عنه ملك النهائيات، فالاستهانة بريال مدريد راح تكلفك ممكن خسارة المباراة وخسارة البطولة، وهذا ما أتوقع سوف يتفاداه فليك وكتيبة فليك، لأنهم عارفين قيمة النادي راح يلعبوا أمامه هو ريال مدريد، حتى وإن كان ريال مدريد يمر بظروف صعبة جدا في هذه الأوقات، ولكن ريال مدريد يبقى ريال مدريد. أما النقطة التي يجب على ريال مدريد أن يحذر منها خصوصا أمام برشلونة هي الخوف من برشلونة، كما رأينا حارفين بأن بيريز يطالب بتغيير الحكام أو التهديد في الانسحاب في المباراة. هذا الموضوع يزيد الضغط على لاعبي ريال مدريد وعلى كتيبة ريال مدريد، بينهم حارفين بأنهم يخشوا مواجهة برشلونة، ولكن حارفين إن دخل الخوف في قلب لاعبي ريال مدريد بمواجهة برشلونة، خصوصا بأنه في أول مباراة يتخيلوا بأنه راح يخسروا النتيجة ساحقة، راح يخسروا نتيجة ساحقة بل مذلة أيضا. هذا بالنسبة لي أتوقع. في آخر 10 مواجهات رسمية ما بين الطرفين برشلونة فاز 5 وريال مدريد فاز 5، والاثنين سجلوا 20 هدف. شوف قديش متقاربين بشكل مش طبيعي برشلونة وريال مدريد. أول مباراة صارت بالتاريخ ما بين برشلونة وريال مدريد في 13/5/1902، وقتها فاز برشلونة 3-1 في كأس ملك إسبانيا. أكبر نتيجة حدثت في تاريخ الكلاسيكو ما بين برشلونة وريال مدريد وفوز ريال مدريد على برشلونة 11-1 بال43، وهي النتيجة اللي كثير من جماهير برشلونة تحكي لك لا، وحتى انا احكي لك كمان ممكن لا ما اعرف 43 يعني وقتها الله اعلم هو كان في كرة قدم. ولكن هيك مكتوب في التاريخ. هداف الكلاسيكو هو ليونيل ميسي برصيد 26 هدف على ريال مدريد، 26 هدف على ريال مدريد مش طبيعي ميسي. يليه مباشرة كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد ب 18 هدف على برشلونة، 18 هدف لكريستيانو رونالدو، برضه كمان حصيلة من الاهداف. لماذا فليك افضل من انشيلوتي في هذا الموسم؟ انا احكي لك ليش. لانه عارفين فليك قراره من راسه، مش يجي ادارة برشلونة او ديكو او لابورتا يحطك يا عم رح نعمل لك كذا ورح نعمل لك كذا وانت لازم تعمل كذا وهيك، تمام؟ انشيلوتي قراره مش من راسه، قراره من السلطات العليا اللي هو بيريز، فعارفين بيريز هو اللي يحكي له لازم يعمل كذا ولازم نعمل كذا، وانشيلوتي ترك اللاعبين على راحتهم. هذا هو الفرق ما بين انشيلوتي وفليك في هذا الموسم. النقطة الذي يجب على ريال مدريد الحذر منها الخوف من برشلونة، وايضا موضوع الاظهرة. عارفين راح تلعب فران غارسيا امام لامين يامال، فلا الموضوع مش طبيعي. حتى النقطة الذي يجب على برشلونة الحذر منها هو زي ما قلت الاستهانة في ريال مدريد، وايضا استهانة في هجوم ريال مدريد. نحن عارفين يا اخوان مبابي ورودريغو وفينيسيوس ان كانوا في يومهم لا الموضوع يختلف تماما، ولكن في عندي رأي ممكن يزعل كثير من الناس. لو كان بيدري ورافينيا ولامين يامال في يومهم، حتى وان كان بيلينغهام وفينيسيوس ورودريغو ومبابي في يومهم، لن يستطيعوا أن يفعلوا شيء أمام هذا الهجوم المرعب المكون من بيدري ولامين يامال ورافينيا اللي قاعدين يعملوا موسم رهيب. فحتى وإن كانوا في يومهم لن يستطيعوا إيقاف هذا المد البرشلوني. هذا بالنسبة لي، برغم أن ريال مدريد يمتلك هجوم مرعب، ولكن برشلونة بهذا الهجوم إن كانوا في الفورمة صعب جدا إيقافهم. على فكرة موضوع بيريز، يعني مثلا تحكي لك إنه بيريز هل قراره صح؟ لا، بيريز دمر ريال مدريد بصراحة قبل هذه المباراة، حتى دمر نفسية لاعبين ريال مدريد. عارفين التهديد في الانسحاب، موضوع التحكيم يعني زاد الطين بلة. يعني المباراة بكرة حتكون متوترة تحكيميا، حتى ممكن خطأ بسيط ممكن تشوف اللاعبين قاعدين يضربوا بعض. كل هذا بسبب التوتر الرهيب من ريال مدريد بموضوع التحكيم في هذا الموسم، بالرغم انه حرفيا في التحكيم عليه علامات استفهام كبيره. وانت برايك احكي لي من سوف يفوز، ريال مدريد ولا برشلونه؟ توقعاتي لبطل الكلاسيكو في نهائي كاس ملك اسبانيا اللي راح يفوز هو برشلونه. وانت برايك احكي لي من النادي الذي سوف يفوز في كاس ملك اسبانيا في النهائي غدا ان شاء الله. والخلفيه احلى صح، بالرغم انه فليك مش مبين. صلى على النبي وشرفنا، وحط لايك في الفيديو والسلام. تابع حسابات التواصل الاجتماعي. وانا اسف جدا ان الاسبوع الماضي في الجوله في الدوري الاسباني ما غطيتها للامانه، بسبب النفسيه كانت مش تمام. بس هيك وصلنا الفيديو، سلام الله عليكم.